ما بين شتيمة الدرة لحديث نبوي لإعلان عمرو دياب لشركة بيبسي وأحمد السقا. معاكي ميه؟ اتفضل. ايه ده؟ اه قصدك بالعبري بدك تتعود. وكريم محمود عبد العزيز، لا وكمان محمد صلاح اللي هو مصر يثبت لنا ولا بيفرق معاه دين ولا بيفرق معاه اللي بيحصل لاخواتنا. وما بين مؤسسة تكوين اللي عايزة تجدد الخطاب الديني على كاس خمرة وميني جيب. انا مش بعتب عليهم ولا هتكلم عليهم لان كل واحد فينا ادرى باللي بيعمله، بس اللي فارق معايا الناس اللي بتدافع عنهم. والسؤال الاهم، انت مخك فين يا عم؟ بلاش، فين مبادئك؟ فين رجولتك؟ فين دينك؟ كل ده عندك مش فارق. المهم عندك ان الشخص ده ناجح ومشهور وعارف انك هتقول لي ده حاجة بينه وبين نفسه ودي حياته الشخصية وهو حر فيها. على فكرة انا ما بلومش عليه، الفكرة ان هو بيشارك ده في وسط ملايين، فبالتالي هيتأثروا بيه في حاجات كتيرة. زي ما هو ليه الحرية ان هو ينشر اللي هو بيعمله، انا برضو ليا الحريه اللي انا اتكلم براحتي او اعبر عن رايي. هتقولي محدش قالك تقول رايك، وانت محدش قالك برضو اللي انت تدافع عنه. وعايز اعرف غرضك في الدفاع عنه ايه؟ يا ترى عشان هو مشهور، ولا عشان معاه فلوس، ولا عشان بيقبضك مرتب كل شهر؟ ايه وجهة نظرك في انك تدافع عنه وانت عارف ان في جميع الاتجاهات هو غلط؟ وبداية الحلقة كده، لو مش عاجباك من الأول ما تتفرجش. لاحظت إن مؤسسة تكوين قبل ما تتأسس في حاجات كتيرة أوي ناجحة في مجتمعنا في إن هي تبوظ جزء كبير من معاييرنا وأخلاقنا وديننا أولا طبعا. منها مثلا أصبح إن في ناس بتدافع عن الغلط لا وبتعمله وبتبرر له كمان بحجة الحرية الشخصية، وأنت ما تعرفش إيه اللي بيني وبين ربنا. الفكرة إن إحنا كلنا مذنبين وده لا شك فيه، أنا مذنب وأنت مذنب وكلنا مذنبين وانا بعترف بده. الموضوع بقى ان انا لما بكون مذنب بكون معترف بذنبي، مش ببرر له ولا بدافع عنه. بمعنى انا بسمع الاغاني بس عارف ان الاغاني حرام، عارف ان الفلوس دي فلوس من الربا، عارف ان الربا حرام وان ربنا حرمه وهكذا، عارف ان العلاقه دي حرام، مش هقول لا اصلك ده البوي فريند بتاعي، اصلك دي الجيرل فريند بتاعتي. كنا بقى ان احنا بنعمله حاجه منه او ان احنا بنلتمسه جزء منه، ده مش دليل ان احنا كده اللي بنعمله صح، لا هو غلط. اهم حاجه تبقى معترف ان هو غلط. وبمناسبة الكلام ده افتكرت حاجة مهمة عن المسيح الدجال، ان النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا منه وقال لك ان هو هيجي لكم واحد هيبقى ربنا عاطيله قدرات الهية، ان هو يقدر يرجع واحد الحياة بس ناره هي الجنة والجنة بتاعته هي النار، ومكتوب ما بين جبينه ان هو كافر، والصفات الياما اللي النبي عدها لنا. وساعتها قال لك ان في ناس هتآمن بيه. مش ده الغريب، الغريب ان انت كنت انا وانت وغيرنا ايامها كنا بنستغربه وما بنقرا الاحاديث دي، ازاي هو في ناس هتآمن بيه وهتدافع عنه كمان وهتنضم ليه؟ بتهيألي ناس كتيرة اقتنعت ان المسيح الدجال هيجي وهو مرتاح، لا وهيلاقي اللي دافع عنه كمان. لذلك واحد وصف في بوست وصف جميل قوي، قال لك تخيل كده ان في يوم من الايام هيجي علينا مجاعة وجفاف وحاجات ياما كده، وهيجي واحد غني وكيوت نفس الوصف اللي اتوصفه، وهيجي يقول لك انا ربكم وهيحط لكم اكل وشرب وهيطلعكم من المجاعة دي وهيعمل معاكم فوق ما تتخيلوا. وبالرغم كده ان انت عارف ان ده فتنه وان ده فلان ومكتوب على جبينه كافر، بس هيطلع ناس في وسطنا هيقول لك يا عم انت مالك، ده راجل كيوت، ده كفايه ان هو بيعمل معانا وبيسوي وعلاقته دي بينه وبين ربنا. تخيل في يوم من الايام هيبقى في فئه كده. اصبح الاجيال كل مدى مستواها الاخلاقي والديني في النزول، لذلك وجب على كل واحد فينا ان احنا ننبه بعض. على فكره احنا مش جايين نعملوا شيوخ على بعض، انا ولا شخص ملتزم ولا شيخ، بس الفكره وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. بس احس ان المجتمع بتاعنا العادي، مش اللي هو بقى طبقه الممثلين والمغنيين والاغنياء زي ما بيقولوا خالص، احنا بقينا ماشيين بمبدأ طالما ان بابليك ونو فيلينج صوت، طالما عادي، طالما قدام الناس، وطالما اتعمل، وطالما بقى مباح خلاص بقى عادي. والذنب اللي بقى بيتعمل في الخفا بقى عادي في العلن، وبالعكس البني ادم مبقاش بيتحرج ان هو يعمله ولا مكسوف ولا خجلان. تحس فعلا علامات الساعة بدأت تظهر وبقوة كمان. وبكده نقدر نقول ان تكوين بتقدر تنجح في ان هي تجدد الخطاب الديني بمفهومها هي اللي احنا كلنا عارفينه. فبالتالي أصبح إن المجتمع بياخد المفاهيم بطريقة معينة ويترجمها على وضعه هو. اركن الدين على جنب، الدين ده في المسجد والجامع، واحنا بقى بنتكلموا ايه في مبادئ واخلاق. اصبحت لما بتنصح حد بقت موضه، انت هتعمل انا شيخ، روح شوف ذنوبك، روح شوف مش عارف ايه. مره سامع شيخ بيقول كلمه جميله قوي، لو اللي هينصحوا الناس مش بيرتكبوا ذنوب فمحدش فينا هينصح حد. واصبح اللي اولى بالنصيحه ومبقاش موجود اصلا ان هو ينصح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفكرة ان احنا بنذكر بعض مش بنعمل قضاء على بعض. اصبح ان اي حد يجي ينصحك بقى هو جادجمنتال، يعني بيحكم عليك، يعني بقى قاضي على افعالك. طالما بينصحك بادب واحترام او بينبهك او بيقول لك انا بحبك وبنصحك بالنصيحه، زي ما انت ممكن هو يغلط في حاجه وتنصحه.
ايه المشكله في ده؟ ان كان في حاجات اساسيه بالنسبه لنا خط احمر ما بنجيش جنبها مهما كانت ذنوبنا ومهما كانت معاصينا، زي مثلا الدياسه. يعني حد مثلا ربنا يحفظنا يعني يكون عادي بالنسبه له ان مراته تتحرم من واحد غريب، او ان مراته تمشي يبقى ليها صاحب، او ان راجل يمشي مراته قلعه في الشارع. كل ده كان معايير بالنسبه لنا خط احمر. اصبح اللي بيعمل الغلط وان انا اجرمه، اللي بينصح هو اللي غلط، واللي عمل الحاجه دي شايف نفسه ان هو محاط بالحمق. زي مثلا اللي حصل مع يورجن كلوب من مرات محمد صلاح، وصلاح واقف لما برضه عمل ده مع مرات يورجن كلوب. تلاقي ان محمد صلاح شايف ان ده عادي. ايه يعني انتوا حمقى، انتوا بلهاء، انتوا مش فاهمين، انتوا جاهلين، رغم انت في الاصل كل اللي انت فيه ده بسبب الجمهور ده وبسبب الناس دي. وخلينا صراحة، لو انت طبيعي مش ديوس اكيد مش هتبقى متقبل فعل صلاح ده خالص. لو انت تقبلته اعرف ان انت بني ادم في دماغك حاجة مش طبيعية، اعرف ان انت مش سوي نفسيا، اعرف ان انت ما تعرفش حاجة عن دينك. مفيش حاجة اسمها لمجرد ان الشخص ناجح ومشهور فده هيبرر له حاجات تانية. كلنا سواء في ده، سواء انا او غيري. وصلاح يعني مش مخترع الذرة، صلاح يا دوبك لاعب كورة، يعني مش المجتمع مش عارف يتنفس من غيره. يعني ايه مبررك في الدفاع عنه؟ هتقول لي طب هي دي حياته الشخصيه، خلاص تبقى بينه وبين نفسه مش على الملأ مش قدام الكاميرات. وارد ناس قليله العلم والدين تفتن بيه وتقتدي بيه وتقول اهو ما صلاح عمل ما انا اعمل زيه، ايه المشكله يعني؟ حتى يا عم لو ما عملش كده، واحده واحده قلبه هيتعود على الموضوع ده وهيألفه، هيبقى بالنسبه له عادي. فانت ليه بتصد دايما ان البني ادم دايما شاف حاجه غلط شاهدها ملايين، ان اشخاص برضو بيشاهدهم ملايين ان هم يدافعوا عن دينهم وعن مبادئهم وعن اخلاقهم؟ مش اخلاقهم بس، اخلاق ودين مجتمع كامل. هرجع اقول لك، ترضى حد يحضن اختك او امك او مراتك غريب، سواء حتى لو الحد ده، مش هقول لك غريب يا عم، حتى لو الحد ده صاحبك، او تقبل بده يبقى تقبلها على اي حد؟ الضره واحد قال له يعني ان تربيه الكلاب حرام وبتاع وحديث نبوي، ويبقى رد الضره ان هو يشتم الحديث بلفظ خارج، لا ومش عاجبه كمان. انت وليك في الدين ولا ده تخصصك؟ طب انت باي اساس بتتكلم؟ ده باجماع العلماء ان الحديث صحيح. يا اخي يعني خليك مؤدب مع كلام ربنا، ده بيقول لك ان النبي قال. كونك اللي انت في حياتك الشخصيه عايز تعمل اللي تعمله اعمله، انت بتغلط في الدين ليه؟ اشحال انت مسلم؟ اصبح ان الواحد يقنع مسلم بعقيدته اصعب بكتير من ان الواحد يقنع واحد كافر بعقيده الاسلام اصلا. ده غير طبعا بقى اعلان بيبسي بتاع عمرو دياب اللي على طول لابس لي حلق والناس عادي بتتغاضى، ده عمرو دياب ده الهضبه. اللي بيعمل اعلان بيبسي هو واحمد السقا وكريم محمود عبد العزيز في عز اللي بيحصل لاخواتنا. المفروض الناس اللي زي دي فعلا انت تقاطعهم. في الميديا زي المرض كده، لازم انت وانا وغيرنا وناس ياما نقطعوا الحاجات دي. ده غير برنامج الشقط بلايند ديت شو، انا بشقطك بس بطريقه شيك. على فكره كل اللي بحكي لكم عنه ده جهر بالمعصيه. الرسول عليه الصلاه والسلام قال كل امتي معافى الا المجاهرين. فاصبحنا دلوقتي بقى الموضوع عادي سداح مداح. اصبح اي حاجه في اي حاجه ماشي طالما ليها مسمى تاني قشطه. لا انا ممكن اقع في غلط بس انا عارف ان ده غلط. بلايند تشو ده شقط على الهوا وده غلط. وده اكيد يعني ما ينفعش، يعني مفيش حد هيتجوز كده. في يوم من الايام كانت البنت بتخاف وهي تعرف واحد وهي ماشيه معاه مثلا خارجه معاه، كانت بتخاف حد يشوفها من اهلها، اخوها، عمها، خالها، ابوها. انت متخيل؟ اصبح الوضع عادي دلوقتي على الملأ. ايه المشكله انا ماشيه معاه وبتصور معاه كمان على الميديا؟ موضوع عادي، ده ديت. ايه المشكله انا اقابل صاحبي واقابل صاحبتي لا ونتصور ونحط ستوري وبتاع؟ ايزي يعني. وده اللي خلى مجتمعات اوروبا بقى فيها اختلاط انساب. وكمان زي ما بتشوف البرنامج اللي بيقول لك انت يا ترى هتطلع ابو الولا ولا مش ابوه، هما بيمنهجوا المجتمع عشان يوصل للليفل ده. بتقول لك انا شالحه بس بصلي، انت ما تعرفش اللي بيني وبين ربنا، واللي بقى ماشي يعمل كل الذنوب اللي تتخيلها ويقول لك اصلك انا بصلي وانت ما تعرفش ايه اللي بيني وبين ربنا. مفيش حاجه اسمها كده يا ابني، ومفيش حاجه اسمها كده يا بنتي. رحنا او جينا ده ذنب لازم تعترف بيه، ولازم تعرف ان دي ذنوب احنا هنتحاسب عليها. يا جماعة أما حد ينصحكم نصيحة ولا يقول لكم حاجة تقبلوها بصدر رحب، ما تبقوش زي وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. إحنا مذنبين والله، كلنا مذنبين، مفيش حد فينا مش مذنب. بس الفكرة أما حد يقول لك اتق الله أو خلي بالك ده حرام وده حتى لو أنت بتعمله، قول له عندك حق، ربنا يهديني، ربنا يغفر لي. ما تقولوش أصلك أنت اللي ما تعرفش بيني وبين ربنا، أصلك أنت. يا عم كلنا مذنبين عادي، يعني انا عشان بحبك فبنصحك عادي جدا. ما تكونش من الناس اللي قال عليها برضو افمن زين له سوء عمله فرآه حسنه. مش معنى ان انت بتعمل الفعل ومستمر فيه وما بتبطلهوش ان انت بقى تشوفه بقى جميل. لا يا ربنا ما يعملش كده، ربنا ما يقولش كده، ربنا مش عارف. كل حاجه بدليل وكل حاجه ربنا حطها بحكمه وبقدر، وكل شيء خلقناه بقدر. فما تتعاملش على المنطلق ده خالص. اوعى في يوم من الايام الشيطان يوقعك في الدايره دي، لانك لو دخلت فيها مش هتعرف تطلع.
لازم ننصح بعض ونفكروا بعض، والا لو كل واحد بقى قال ماليش دعوه ومش هعمل ومش هنصح ومش هسوي، محدش هيرجع عن طريقه، كل واحد بقى هيمشي على هواه ودماغه، وساعتها الدنيا دي هتبوظ. ما كانش ربنا نزل انبياء ورسل عشان ينصحوا اقوام. واعرف دايما اللي بينصحك مش بيحاكمك. انا بتكلم عن الناس اللي بتنصح بادب وبرقي وبتتعامل بجد في حدود الاحترام. خليك فاكر النقطه دي، اي حاجه مخالفه هواك وحسيت ان انت اتضايقت اما سمعتها من حد، اعرف ان هي صح. خصوصا لما يكون بينصحك دينيا، يعني بيقول لك الحاجه دي من الدين، مش بيقولها لك من فراغ، يعني مش بيقول لك اصلك علم النفس قال، لا هو بيقول لك ربنا ورسوله قالوا كذا. وعلى النقيض زي ما قلت لك، انت لو شفته على غلط تنصحه، حتى لو الشخص ده شايفه ملتزم واعلى منك دينيا، عادي اللي انت تنصحه. اما يقول لك خلي بالك انت بتقطع في الصلاه، اما صاحبتك تنصحك تقول لك خلي بالك انت لبسك ده مش لطيف، ده بيخالف شرع ربنا، ده انت كده بتغضبي ربنا، انت لازم تعملي كذا عشان ربنا قال. ما تجيش بقى تقولي اصلك انت ما تعرفش اللي بيني وبين ربنا. يا عم ايا كان اللي بينك وبين ربنا، فانت دايما اما حد ينصحك نصيحه تقبلها منه. اما حد بيشوف فعل غلط شافه ملايين، مفيش مشاكل ان هو برضه قصاد الملايين دول يطلع يرد ويقول ويدافع، لان ده حقه زي ما حق التاني اللي هو طلع وجهر بالمعصيه. زي ما بيقول لك ايه، المنقبات والنقاب ومش عارف ايه، ولازم نحاربوا النقاب وبتاع. هو ما ينفعش نحارب العري والميني جيب والحاجات اللي باينه، ولا هو بس الحريه بتبقى للناس اللي بتقلع لكن الناس اللي بتلبس ملهاش حريه؟ اديني عقلك. اتمنى ما اكونش ضيف تقيل، اتمنى ان انا ما اكونش طولت عليكم ولا ازعجتكم، واشوفكم في الحلقه الجايه. كان معاكم حكم. سلام عليكم.